ليلة البارحة عُرض فقط مسلسل القليل من ضوء النهار مع الإعادات والبرامج، حيث جاء ترتيب الأعمال المعروضة ليلة أمس في الفئة العامة على الشكل التالي: قررت قناة فوكس وبشكل مفاجئ عدم عرض حلقة مسلسل تفاح الحرام ليلة أمس. طاقم العمل أيضاً تفاجأوا عندما وجدوا الإعادة تعرض بدلاً من الحلقة الجديدة. من المتوقع أن القناة اتخذت هذا القرار بسبب ما وقع أمس في اسطنبول. لو هيك يعرضوا وثائقي مو حلقة قديمة. الجميلة نسرين جواد زادة تقوم برفع قضية على شاب ينتحل شخصيتها ويقوم بكسب المال من نشر مقاطعها على تطبيق تيك توك. نسرين في البداية قامت بمراسلته لغلق الحساب، إلى أنه طلب منها 250 ألف ليرة لفعل ذلك. كلمة المنصة ولا لا أنت بتحبي الشو وذكر اسمك في الأخبار. مسلسل آخر يتوجه للتوقيف، وكالعادة الضحية يعرض على قناة فوكس، حيث قررت القناة تغيير يوم عرض مسلسل فوضى عارمة من الخميس إلى السبت، وذلك لاستغلال توقف مسلسل جبل جنول في فترة كأس العالم. المحبوب جوكبرغ ديميرجي ورؤيا جوريتش سيقومان ببطولة فيلم تلفزيوني سيعرض على فوكس بعنوان زواج القرية. بشكل رسمي كيفان شتاتليتوغ وأوزجي أوزبيرينجي أبطالاً لمسلسل القمر العائلة. العمل سيحكي عن كيف ستتغير حياة أصلان، الرجل القوي والمظلم الذي ينتمي لعائلة كبيرة ويدير ملهى فولتا بعد أن يقع في حب المعالجة النفسية ديفين. حب أبيض وأسود الجزء الثاني. حسب الصحفية بيرسين، فإن ديلان دينيز انفصلت وفسخت خطوبتها من المخرج الآيلندي ثور سافارسون. حسب الخبر فإنها اتخذت هذا القرار بسبب غيرته الكبيرة وشجارهما المتكرر. الثنائي تشاجرا مؤخرا بشكل قوي في ملهى ليلي باسطنبول، حيث ضربته ديلان بمنفض السجائر، كما كسروا الطاولة الزجاجية في المكان. فيما يرى الكثيرون أن الخطوبة وأخبار الزواج كانت حيلة من أجل التغطية على فضيحتها السنة الماضية، حيث وجدت وهي تمارس الجنس معه في دورة مياه الرجال لأحد الفنادق باسطنبول. غريبة، بتغار وبدك تتجوز امسيان طويلة؟ الكثير منكم لم يفهموا سبب انتقاد الأتراك المحافظين لمسلسل شراب التوت ومطالبتهم بتوقيفه، لأنه يشوه صورة الإسلام الحقيقي، لأن الكاتبة تحاول وصف الصراع بين العائلتين على أنه بين عائلة مسلمة متدينة وعائلة مسلمة معاصرة، لكنه حسب رأيهم التعارض يوجد بين عائلة مسلمة وعائلة ليست مسلمة، رغم أنه واقع حقيقي عند الأتراك، بس رأي المحافظين منطقي. اتضح أن إبرو شاهين ستنضم لبطولة فيلم الرجل المهذب وليس مسلسل عمر، حيث ستقوم بدور نهير التي ستغير حياة شخصية شاتاي أولسوي سايغن، الذي يعمل كمرافق للنساء الغنيات وينام معهن مقابل المال. يلا، ممثلة جديدة رح تحترف عند نتفليكس. هاند آرتشيل تهاجم الصحافة عبر تويتر بعد خبر سهرها مع رجل الأعمال هاكان سابانجي وحدوث تقارب حميم بينهما. تغريدة هاندا جاء فيها: أستيقظ كل صباح على خبر جديد يخصني، لا تسحبوني إلى عالمكم الخيالي، فلا يوجد أي أحد في حياتي. بما أن ردت يعني في شي صحيح. كاتبة مسلسل ذات أخرى تؤكد بأن نتفليكس جددت المسلسل لموسم ثاني وثالث أيضاً. العمل هو أنجح إنتاج نتفليكس لتركيا وحقق أرقام كبيرة في جميع أنحاء العالم. الناس كتير متحمسين لجسم توبا متحمسين للمسلسل. قرر المنتج بوزداغ نقل بوراك توسكوباران من بطولة مسلسل الصياد إلى مسلسل الطيور النارية، وسيقوم بدور شريك إيلايدا أليشان وصديق طفولتها. العمل الذي سيعرض قريباً سيحكي قصة أطفال الشوارع. عجيبة، مسلسل الصياد متوقع ينجح أكثر. قالها كان كيرفافاتش مخرج مسلسل شراب التوت إنه من الممتع العمل مع سيلا تيرك أوغلو. جميع حلقات طائر الرفراف 8 تجاوزوا 10 مليون مشاهدة على اليوتيوب.
انتهى طاقم عمل مسلسل اسمعني من تصوير الحلقة الأخيرة التي ستعرض يوم الخميس. فعاليات اليوم: ما رأيكم بمسلسل الفخ؟ وما تقييمكم للعمل من 10؟ وهل برأيكم استحق هذه النسبة السيئة؟ برأيكم هل يوجد شبه بين هاندا آرشيل والأمريكية كيندال جينر؟ ومن الأجمل بينهما؟ كويز اليوم، خبرونا في التعليقات ما اسم المسلسل انطلاقاً من البوستر. المسلسل الرقمي زهرة اللبلاب السامة ستكون من بطولة بورشين تيرزي أوغلو وأونور تونا. العمل من إخراج غوكشان أوستا، مخرج مسلسل فضيلة ومسلسل ابني. كما انضم أيضاً المبدع فياض دومان لفريق العمل. زوجة وابنة الممثل نور الدين أوتشار كانوا من ضمن وفيات انفجار تقسيم يوم أمس، الله يرحم موتاهم ويصبر الأهالي. قال الممثل الذي يقوم بدور هالوك في مسلسل القضاء أن الكاتبة سما تجاوزت الإبداع في هذا العمل، وأنه لم يرى ولم يعمل سابقاً في مسلسل يضمه سيناريو قوي وذكي إلى هذه الدرجة. أول مرة ممثل يمدح مسلسله صح. قال نجاتي ششماز أنه من المتوقع أن يعود مسلسل وادي الذئاب في شهر يناير. العمل سيحمل اسم وادي الذئاب الفوضى، وستبدأ قصته ليلة الانقلاب الأخير مع الكثير من مشاهد الفلاش باك من أجل إظهار كيف تم التخطيط للانقلاب. من المتوقع أن يضم العمل العديد من الممثلين الأجانب ومن بينهم العرب، لكن غير معروف هل سيتطرق العمل لدعم دول عربية لهذا الانقلاب كالإمارات ومصر، وذلك لأن العلاقات بينهم وبين تركيا قد تحسنت في الفترة الأخيرة. النظرة الأولى على إلكار كليلي وماجي زيفانتوس من تصوير الشغف التركي. الممثل نيل بريش شاهين كايا تقصف جبهة الممثلات بسبب عمليات التجميل. ما رأيكم بكلامها؟ Herkes böyle dudaklar böyle burun böyle. Benim birkaç tane erkek olan arkadaşım var. Mesela Instagram'da birkaç işte oyuncu kadın takip ediyor. Bunu o zannettim, onu o zannettim falan diyor. Artık herkes birbirine o kadar benzemeye başladı ki. احتفال طاقم مسلسل فوضى عارمة بيوم ميلاد نور فتاح أوغلو. ونختتم الفيديو بكواليس نجوم مسلسل من موقع التصوير. Ulan harbiden bir daha böyle mutlu bir ekip göremedim. Yapılamıyor mu makyaj? Olmaz tabii, bozuluyor. Güneş. Yapalım.